نطلع نشوف التقرير. أول ما تصحى من النوم بتدور على المية أيا كان استخدامها، لكن لو ما لقيتهاش، وده حال الناس اللي عايشين هنا، ما بيلاقوش المية عشان أصلا مش موجودة في بيوتهم. تخيلوا البيوت اللي يمين وشمال، بيوت المنطقة دي كلها بالكامل ما عندهمش مية. معاناة حقيقية هنحاول نحلها ونعيشها، ده اللي هنعيشه مع بعض النهاردة. بالإضافة إن مؤسسة فذكر هتحاول تحل المشكلة بعد ما تعرضها ليكم وتعرفكم إيه الحلول. أنا أم ملك، أنا معايا 3 عيال وجوزي شغال أرزاقي، يوم أيوة ويوم لأ، وهودي نفسنا بس في وصلة مية. معلش والله العظيم بروح حاملة من آخر الدنيا، والمنطقة هنا ما فيهاش مية خالص، والعيال بتبقى دايرين ورايا وبيغلبوني. هي مش عايزة أكتر من كده، ويكفيكم شر المرض ويخلي لكم عيالكم يا رب وينجيكم من كل شر، مش عايزة أكتر من كده بس. ومعايا العيال الصغيرة، معلش المية ما فيهاش غنى عنها، معلش ما ينفعش نستغنى عن أي حاجة إلا المية. يكفيكم شر المرض ويخلي لكم عيالكم يا رب. والله ساعات المية بتخلص من عندي وبروح ان انا املى المية من بعيد، وولادي بيبقى نايمين عطشانين بالليل، ببقى مش عارفة اجيب لهم منين. انا معايا 3 عيال وجوزي متوفى من 15 سنة، وانا نفسي بس في وصلة المية. كل شارع عاملة جيركن، والله من كل شارع عاملة جيركن والله، واللي يعلم ربنا والله. ويا ريت تسقفوا لي السقف، يا ريت. النطر اقسم بالله بتنزل علي انا واولادي، اللي يعلم ربنا. وجزاكم الله خير يا بنتي، حتى عامله الطندر، حتى والله لازم الخير عملهولي، اسمع عند الله. وانت الله يجازيكم خير، عليك فيكم شر المرض وشر الطريق. عايزه وصلة ميه تسملوا لي السقف حتى، والله يبارك لكم ويبارك لكم. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.